في ناس كتيرة فاكرة إن الثقة بالنفس معناها إنك تكون أعظم واحد في العالم، لكن في الحقيقة إن الثقة بالنفس معناها إنك تكون أنت وبشخصيتك أنت وما تقلدش حد، حتى لو العالم كله كان شايف إنك أنت ولا حاجة. ويمكن أكبر خسارة ممكن تخسرها في حياتك إنك أنت بتسمع لكل الأصوات اللي حواليك ومش بتسمع لنفسك. الناس هتقولك خليك واثق من نفسك، بس مفيش حد هيقولك إن الثقة بالنفس دي بتتبني من جوه، لحظة ما تحس إنك أنت ولا حاجة وبالرغم من كده بتكمل. الثقة بالنفس مش بالكلام، والثقة بالنفس مش بالفلوس، والثقة بالنفس مش بالشكل. الثقة بالنفس هو إحساس بيتولد في كل مرة أنت بتقع فيها وبتقوم. زمان كان في واحد اسمه سيلفستر ستالون، قبل ما يبقى مشهور كان مجرد شاب مرفوض من 1500 حالة أداء، والناس كانت بتقوله إنك أنت شكلك مش مقبول وصوتك غريب ومش هتنفع تمثل. لكن هو كان عنده حاجة أقوى من رأي الناس، كان عنده إيمان بنفسه. ولما كتب فيلم روكي باع السيناريو ب0 دولار، لأن الشرط الوحيد كان إن هو اللي يمثل الفيلم، والكل كان ضده والكل كان رافضه. لكن هو كان شايف جواه حاجة محدش كان شايفها، وفي النهاية الفيلم نجح وكسب جايزة أوسكار وهو بقى أسطورة. عارف ايه الفكرة؟ الفكرة ان ولا واحد في اللي كانوا رافضين ستالون كانوا مؤمنين بيه ولا واثقين في قدراته، ولو كان هو سمع كلامهم كان زمانه لحد دلوقتي مجرد شخص مجهول زي الملايين من الناس. وانت كمان في ناس هتقلل من قيمتك، وفي ناس هتقلل منك برضه، وفي ناس هتسخر من أحلامك، لكن مفيش حد فيهم عايش جواك، ولا حد فيهم فاهم نقاط قوتك ولا نقاط ضعفك ولا فاهم اللي انت عايزه كمان. الخلاصة ان الثقة بالنفس مش بتتولد، الثقة بالنفس قرار انت اللي بتقرره. تقرر انك انت تكمل حتى لو شكيت، وتقرر انك انت تثبت حتى لو وقعت، وتقرر انك انت تؤمن بنفسك حتى لو محدش صدقك. وصدقني اليوم اللي هتقف فيه وتبص لنفسك وتقول انا قادر وانا كفاية وانا هكمل، هو اليوم اللي حياتك هتبدأ تتغير فيه واحدة واحدة. وفي نهاية الفيديو انا عايزك تسأل نفسك سؤال واحد بس: لو انت ما وثقتش في نفسك مين هيثق فيك؟ اللي بيقلل منك، ولا اللي متكبر وشايف نفسه محور الكون، ولا اللي مشغول بحاله، ولا العالم اللي مش فضيلك؟ ابدأ من النهاردة وسكت أي صوت بيقولك إنك أنت مش كفاية، لأن في الحقيقة أنت أكبر بكتير مما تتخيل. بس وبكده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.